آه، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم سيكون عن الصلاة، وهي أحد أركان الإسلام، والتي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه، وهي ثاني ركن، وبالتالي أهميتها تكمن بأنها يعني في اللغة العربية تقول دعاء، يعني هو دعاء الصلاة. أما وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على أبي أوفى، أي الدعاء بمعنى. لا نطبقه على شخص مباشرة بعد أن نسمع الدرس، إنما علينا أن نكون حذرين قبل تطبيق الأحكام. أول شيء، متى فرضت الصلوات؟ الصلاة فرضت في مكة قبل الهجرة ليلة المعراج في السنة الثالثة تقريبا. عرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، بل وصل إلى سدرة المنتهى حتى سمع صريف الأقلام التي تكتب بها مقادير الخلق. وعند ذلك فرض الله عليه الصلوات الخمسة، وبالتالي هذه مكانة الصلاة. كل شرائع التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم كلها نزلت في الأرض إلا الصلاة. الله أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. أول شيء أسري به من مكة إلى الفلسطين بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء السابعة، وهذا دليل على أهميتها. بل من عظم شأنها كذلك أن جبريل عليه السلام توقف عند الطريق فقال: ها هنا موقفي لا أستطيع أن أتعداه، فترك الرسول يسعد، وهذا دليل على أهميتها من جهة ثانية. ومن عظم شأنها الصلاة فرضت 50 صلاة في الأول، وهذا دليل على حب الله تعالى لهذه الصلاة. ثم فرضت بدون واسطة بين الرسول والله تعالى. السبب كل الشرائع فرضت بواسطة جبريل إلا الصلاة بدون واسطة، وبالتالي فرضت في السماوات السبع في مكان لا يصل إليه البشر إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى جبريل لم يتمكن من الوصول. عند ذلك فرض الله تعالى على رسولنا عليه السلام 50 صلاة. وعندما أخذ هذا الأمر من الله تعالى وهو راجع إلى أرض، قابل موسى عليه السلام في السماء السادسة، فقال له: ماذا أمرك ربك؟ فقال: أمرني ب50 صلاة. فقال: أرجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني علجت بني إسرائيل على صلاتين فلم يقيما أو فلم يؤدياها. فرجع إلى الله تعالى مرتين أو 5 مرات، وكل مرة ينقص الله تعالى 5 صلوات حتى وصلت إلى 5 صلاة. فعند ذلك قال موسى: ارجع
فإن قومك لا يستطيعون فإني عليت بني إسرائيل على صلاتين فلم يستطيع فقال والله إن استحيت من ربي فنزل ب5 ولكن أجرها ب50 صلاة إن الحسنة إيش ب10 أمثالها فالصلاة واحدة ب10 ف5 صلوات 50 أجرا تكتب عند الله تعالى. هذه أهميتها في من حيث الأمر ومن حيث تلقي بدون واسطة ومن حيث مكانها العلوي وكذلك أهميتها إنها ثاني أركان الإسلام. فإذا رأينا في الأنبياء ماذا كانت الصلاة بالنسبة لهم قال الله تعالى على لسان إبراهيم في القرآن في سورة المريم ربي أجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء أنت ربي كابتم صلاة تقبروا قبرني كابتم صلاة تقبروا قبرني كابتم صلاة ده قموا قبرني معلش رسالة نسألوا ليش قلنا له مقيم الصلاة كابتم صلاة ده قموا قبرني كم أنتم ولادناتي ويتم ذرياناتي كم صلاة ده حافظوا أكبرهم وتدعانا رب تقبل له أب إسماعيل عليه السلام انتايلو وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. سبحان الله إسماعيل عليه السلام سدر بيته الزم نيرو بصلاة بزكاة ورب خارد يلو بذي سرحزي. وأب عيسى عليه السلام كان تايلو وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ربي أززني ربي حكيم اللي ربي أوامره بني صلاة زياء والزكاة يعني بلنا له. سبحان الله ما دمت حيا. إذن بزياء آيات زياءتين ملكت بزخانة يخون مخنيات صلاة فسي ما خم ديت الترف طالما هو تعلم نفسها صلاة كم نفسها تودغي تخيلنا. طيب محمد عليه الصلاة والسلام انتهي له أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. سبحان الله. أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا إلو. سبحان الله. ما معنى قرآن الفجر ندحري لنا زي صلاة الفجر مالتها وما معنى مشهودا ندحري لنا خاني تحضره الملائكة وتشهد وسميت صلاة الفجر بالقرآن لأن يطول فيها القراءة في الفجر والملائكة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. سبحان الله. مرتين الملائكة تعرج إلى الله تعالى وتقول تركت فلان ابن فلان يصلي وأتيته وهو يصلي فانظر إلى نفسك أين تكون يا أيها المسلم. وقال تعالى في كتابه العزيز وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الرسول صلى الله عليه وسلم كم زبلوا له جينا أبناء رسولنا ذلنا خندي آيات كم دور أبزع بسلات وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. نتوم صدر بيتك أززهم بزع بسلات وصبر قبر الله نحن كو رزق هبنا لك لنا وخا نسبك رزقه ما يبلنا كان نحن نرزق إبلا الله ربي
وتمጨረሻት عود ድማ ነቲ ተقዋ ገበረ ይብዝ الدنيا زيب لنا له إذا كل ذي مذكرة بزعب أنبياء انتهي لنا ربي بزعبهم مጨረشوا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا سبحان الله يسجد وجهنا لله تعالى الذي شق سمعه وبصره وفؤاده وصوره فأحسن صوره فتبارك الله أحسن الخالقين كلهم نبيين آيات سمعوا خلوا يخرون سجدا وبكيا الله تعالى إذن سبلا بزعبا أنبياء وبزعبا رسول كلهم كما دري وانا ورنا صلاة انتهي لنا نعنا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين في سورة البقرة وكذلك بذا سلازئة حجز نفسكم هبوا بذا سلازئة خاني صبر قبروا إذا سلازئة كو بطعم كبادية بجكنتهم خاشعين دخون سبات نيربي تإذا سميعهم ناتو تحستي حزام دخول سدي كوينهم بطعم كباد يا سلام ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ذا سلازي أكو اندحر كم تحق أجيركا جيركايا كم تدقبا أجيركا شروطا كل أوفير كاي واجبات وأركانا كابت فحشاء تخلق لك كابت منكر تخلق لك كابت حماق صرحات تطوتب لك كم تربي دبولو اندحر دا أديك الكيلاتك نزا آيات زي أخي تتهما نربنا سبحانه وتعالى أخي تتهمون تا النفس خات تهم أنا يتصبو غير سلري قبر كوا سلزي كابت فحشاوي كابت منكر كلينيك علتين مالتي والله تعالى يقول قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إذا صلاة اندحر وديكم ذكر قبروا بكل أحوالكم كوفيلكم تخونوا دويلكم كونكم ويتقوم بكم كونكم بكل ما قدي ذكر خيتر السعون بربي يبلنا له طرح السخي كون اندحر اطمئنان رخبكم سلاما أمانا رخبكم كي إتا صلاة حازوا كو وقتا تحلفوا أبتقزئة هابوا مخنياتو إذا صلاة زئة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كم تربي لنا أبكال سورة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إيش الصيام كما كتب على الذين من قبلكم انت مالت كتب عليكم سمام ربي أززكم ربي قضاء هبكم يو إتا صيام تقبروا خمتنا يكتهم كانت كلميكم زنبروا ناي مطعم كم دازوم اذا كتابا موقوتا قبلنا خلو رب انت مارجو فانها واجبة في اوقات معلومة في الشرع اتا اوقاتنا كمان ربي اشارات هبنا لكن الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة ودحلنا كما قال ربي اشارة هبنا اقيم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر إن